بقول لكم يا رجاله انا هطلع فرنسا، تطلعوا معايا؟ فرنسا اكيد معاك وش. ده اسمع يا جدعان بس لازم تشتروا. بقول لك ايه، قرر السبعه والدرجه ده الصح خالص. يا ابني اشتري. الساحل معاك وش برضه. حلو الساحل بس تشتروا برضه. ايه؟ ماما تسافري معايا فرنسا؟ وين الزيت؟ بابا تسافر معايا فرنسا؟ ماش عمر ازيك؟ الحمد لله. انا زهقان جدا. طب تعالى سافر معايا. يا سهى، بقول لك ايه، تسافري معايا فرنسا؟ لا فرنسا ايه؟ طب ما تيجي نطلع السخنة صد رد، بيقولوا انها تحفة. هنا بيكون عندك حل من اتنين، يا اما ما تسافرش وتنسى الموضوع خالص، يا اما تاخد الريسك وتسافر لوحدك. وهنا بيطلع لك شويه احباطات كده من الناس، يقعدوا يقولوا لك بقى ما تسافرش لوحدك، هتتخطف، هتتسرق، مش عارف ايه. سيبك من الناس دي خالص لان دول بيحبطوك ومش عايزينك تسافر. هيجي حد يقول لي هو انا هسافر لوحدي؟ اكيد هزهق، اكيد يعني مش هنبسط. اقول له لا، الموضوع احلى من كده بكتير. اولا انت مش هتكون لوحدك خالص، انت هتتعرف على ناس في كل حته، في الشارع، في الهوستل، في اي مكان هتروحه. والجميل ان هم اللي هيجوا يتعرفوا عليك. ويا سلام لما يعرفوا انك مصري بقى، مش هيسيبوك، هيقعدوا يسالوك بقى في اسئله عن تاريخ مصر وعن الفراعنه والاهرامات وكل الحاجات دي. ده غير انك هتكتشف نفسك وتطور شخصيتك، وهتعرف ازاي تتاقلم في بلد مش بلدك، ما فيهاش ناس تعرفهم ولا بيتكلموا نفس لغتك. وكمان هتتوه، واحلى حاجه في السفر التوهان، وتروح كل الاماكن اللي انت عايزها من غير ما حد يقولك انت رايح فين ولا جاي منين. واكيد هتتعلم اي حاجه حتى لو كانت ازاي تعدي الشارع. كل اللي هتحتاجه شويه انجلش، وتعرف عنوان المكان اللي انت رايحه، خريطتك في ايدك، باسبورك وتذكرتك في جيبك، شنطتك ورا ظهرك، واتكل على الله. انا اسمي امينه وعندي 25 سنه. بحب السفر قوي، بقالي كذا سنه بسافر لوحدي. اهلي بيشجعوني اعمل كده عشان اعتمد على نفسي اكتر. كذا مره اقول لاصحابي يلا نسافر مع بعض، يقولوا لي احنا دايسين. وكده يجي يوم السفر قبلها بيومين ثلاثه كلهم ما بيردوش او يعني خلاص مش هيطلعوا، فانا بقرر ان انا هطلع برضو. هي الفكره انه اول يوم يومين بيبقى الموضوع صعب شويه، تحس انك لوحدك. ايه ده، طب انا ممكن اتوه، ممكن كان زماني قاعد في القاهره مع اصحابي خارجين بنعمل اللي احنا عايزينه ومش هيحصل حاجه. بس الفكره كلها ان انت هتجبر نفسك انك تنزل تتعرف على ناس تانية، تتعلم لغه جديده. عمرك ما تبقى لوحدك. ممكن برضو تفولنتير وتساعد ناس تانية، وهم برضو هيعلموك ويساعدوك حاجه جديده. وانا بشجع الناس كلها انها تسافر، وبرضو تخلي بالها على نفسها. يعني مش لازم تمشي في شارع الساعه 12 بالليل ضلمه لوحدك. يعني ممكن برضو نخلي بالنا من الحاجات دي. لو قررت انك تسافر لوحدك ما تخافش، فعلا يستحق انك تجرب او تغامر حتى لو لمره واحده. ولو مش عايز عادي، دور بس كويس وان شاء الله هتلاقي واحد او اتنين يسافروا معاك.